يحاول كل من السيب العماني والرفاع البحريني الوصول للمرة الأولى لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عندما يلتقيان غدا في استاد السيب العاصمة العمانية مسقط. هذا وكان السيب والرفاع قد استعدا جيدا للمباراة المرتقبة خاصة لجماهير البلدين الخليجيين. حسن الهاشمي حضر تدريبات الفريقين في مسقط وأعد لنا التقرير التالي. واصل السيب العماني والرفاع البحريني تحضيراتهما الجادة لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي عن غرب القارة للعام 2022، حيث استعد السيب للتتويج من أجل تحقيق أفضل إنجاز له على صعيد لعبة كرة القدم. على تم استعدادات إن شاء الله. حدث هذا بالنسبة لنا كلاعبين وبالنسبة لهذا الكيان السيباوي حدث كبير. ان شاء الله نتامل انها تكون مباراه تليق بنا احنا كنادي السيب. عناصر المنتدبه الحين في نادي السيب يمكن تقريبا احنا 3 سنوات على التوالي. الاداره تحاول انه توجد اكثر عناصر منسجمه مع بعض، وهذا ما كلل بالنجاح. كل ما كان هناك استقرار في لاعبين اداري، كذلك الجمهور لا ننساه واقف معنا. ان شاء الله باذن الله نتمنى ان تكون مباراه من صالحنا باذن الله، ونحن عارفين بصعوبه هذه المباراه. طبعا هذه مباراه استثنائيه، الجمهور ينتظرها والاداره تنتظرها واللاعبين. انجاز بحد ذاته هذا يعني جديد للعمان وجديد للاعبين نحن كلاعبين يعني. وبالنسبه للتحضير طبعا يكون التحضير خاص لهي البطوله، مثل ما علمت انت الاداره سابق اخر قرار باستبدال المدرب ما جاء من فراغ. طبعا الاداره انها حاب ان هذه البطوله، حاب ان تنافس فيها البطوله، حاب ان تاخذها، فطبيعي جاءت هذه القرارات، والجماهير واللاعبين كلهم مركزين الحمد لله وينتظروه فارغ الصبر. في المقابل فإن الرفاع البحريني أعد العدة جيدا هو الآخر، وجاء إلى مسقط بأمنية التتويج من أجل العودة للمنامة ببطولة الغرب الآسيوية. أكيد مباراة مهمة بالنسبة لنا، بالنسبة لنادي الرفاع، بالنسبة للبحرين. مباراة راح تكون صعبة ضد فريق يملك قاعدة جماهيرية كبيرة، يملك لاعبين دوليين، بس نتمنى أن نطلع بالمباراة إن شاء الله. في تخوف؟ لا والله، مباراة بالعكس ممتعة، وصلنا لهي الدور، يعني المفروض نكون جاهزين بدنيا نفسيا، ونتمنى أن نستمتع بالمباراة ونطلع بها نفس ما قلت لك. ولأن النهائي سيقام باستاد السيب الرياضي بقلب العاصمة العمانية مسقط، فإن عاملي الأرض والجمهور سيصبوا لصالح السيب. وإذا كان نادي السيب الملقب في عمان بالسكر والحليب يبحث عن أول لقب له على مستوى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن إنجازات الأندية العمانية بالخارج تتمثل في إنجازين لا ثالث لهما. الأول تتويج فنجة بطلا على الخليج بدوري أبطال الخليج تحديدا عام 1989، وحصول نادي عمان على وصيف دوري أبطال آسيا عام 1994. حسن الهاشمي، بي إن سبورتس، مسقط.